اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، وتاني حاجه شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في اخر فتره. شكرا بجد ليكم، وعايز اشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناه دي. فلو عجبتك يا صديقي الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ومن غير كلام كتير، مشاهده ممتعه. بيبتدي الفيلم بتاعنا بشخص اسمه تيندو. بيبتدي تيندو يومه بفرحة كبيرة جدا علشان اتعين في شركة تصوير مستر شوت، فكان فرحان انه اخيرا هيشتغل بمرتب حلو ومناسب جدا ليه. وبيوصل تيندو للشركة حاليا وبيعرف نفسه لزمايله، وبعدها بيشكر المدير، وبعد كده بيعرف مساعد المدير اللي اسمه كاسوجي ان هو اللي هيبقى المدير بتاعه الفعلي. تيندو كان مبسوط جدا واتعرف في وقت دوت على زميلته في الشغل اللي اسمها اتوري، وفرح اكتر وحبها من اول نظرة. وبعد شوية صغيرين اتعملت له حفلة علشان اول يوم ليه في الشركة، فكان فاكر ان هو ديت الوظيفة المثالية اللي هو هيعرف يعيش فيها ويأمن مستقبله، لغاية ما اتفاجئ بمدير سوسوجي لما بيخلص الحفل وبيقول له خلاص احتفلنا خلينا نرجع للشغل. تندو رجع للشركة تاني وبدأ يشتغل كتير جدا، وحتى الليل بيجي وبيفضل سهران للصبح. فبيقول تندو لنفسه ان ممكن تكون الشركه مزنوقه النهارده، بس تندو بيفضل على الوضع دوت كتير جدا لغايه في الاخر خلاص خلص وبيروح ينام على طول. وبعدها شويه بيصحى وبيروح الشغل تاني، ومدير سوسوجي بيديله شغل اكتر من زمايله، ودوت بسبب ان تندو ما بيقولش لا. فكان تندو بيشتغل شغل مش طبيعي وحاسس ان الشركه بتستغله، وحرفيا هو في اسوأ وظيفه عاشها في حياته كلها. وبالتالي راح مره قاعد مع صاحبه هينشو علشان يفكوا شويه، وللعلم هم اصحاب جدا من الطفوله، لكن ضغط الشغل عن تندو خلاه يتخانق معاه وبينفصلوا خالص عن بعض نهائيا. بس نقدر نقول كده ان تندو الحاجه الوحيده اللي مصبراه في الشغل هي زميلته ايتوري، فكان بيحب يقف معاها كتير وبيراقبها من بعيد على طول، رغم انه حاسس بانها مش سعيده وهنعرف ليه قدام. فبالمجمل بيكمل تندو شغله في الشركه، وكل يوم مدير كاسوجي بيتعصب عليه اكتر فاكتر وبيديله شغل اكتر واكتر، وتندو بيكون عايز باي طريقه يسيب الشغل بس مش هيقدر لانه خايف انه ممكن ما يلاقيش شغل افضل او شغل يعيشه يعني. وكان بيتمنى ان يحصل معجزة تخليه ما يروحش الشغل تاني. وبعدها بيروح تندو بعد عمل طويل وبينام تاني يوم وهو رايح الشغل، وطبعا كان حزين كالعادة. وهنا بتبدأ الكارثة لما بيلاقي زومبي بياكل حد في الشارع، ومن خوفه بيبدأ يدخل العمارة تاني بكل سرعة. والمشكلة الأكبر إن كل اللي حواليه يتحولوا لزومبي وبيجروا وراه. طبعا وهو بيجري كان كل تفكيره إنه هيتأخر على شغله، لحد ما هرب من الزومبي وطلع السطح. وهنا بقى بص فوقيه لقى الطيارة بتقع ومباني اللي حواليه كلها بتولع، وفي الشارع لقى ناس كلها بتموت وبتتحول بسبب المرض الزومبي اللي انتشر فجأة ده. فأدرك أخيرا تندو إنه مش مطالب يروح الشغل ده تاني. فرغم الأحزان في كل حتة، تندو كان فرحان جدا جدا، وكان طاير من الفرحة إنه خلاص ما عادش هيروح الشركة تاني، وبدأ يدرك دلوقتي إن الناس بتموت. فبيبعت رسالة لأتوري علشان يطمن عليها، فبتبعت له عنوانها وقالت له إنه يجي لها حالا لأنها لسه عايشة. فرح طبعا ونزل من المواسير بتاعة السطح، وبعدها ركب العجلة بتاعته ورايح لأتوري، وبدأ يجري وسط الزومبي والدمار اللي موجود حواليه. واخيرا بيوصل للمبنى بتاعها وطلع لها الشقه. فتندو دخل الشقه وكانت مستخبيه وكانت فرحانه لما جه علشان عندها زومبي في البيت. وبعدها بص تندو على الزومبي ده لقى المدير بتاع الشركه بتاعته، وعرف كده انهم اصلا متجوزين في السر، وعشان كده اتوري دايما مش سعيده وان اصلا المدير متجوزها غصب. بيقوم تندو بسرعه يضرب المدير لغايه ما بيموته، وبعد كده بتكمل عليه اتوري وبتقتله. وكان لسه هيفرح معاها فلقاها وقعت على الارض علشان كانت اتعضت من الزومبي ده قبل ما يجي، وتحولت اتوري وبدأت تهجم عليه. فتندو زعل جدا لما اتوري اتحولت لزومبي، وكان بيبكي لانه حبها بجد، بس مسك نفسه ورجع البيت عن طريق المواسير. تندو لما قعد مع نفسه شويه لقى ان الموضوع مش حلو زي ما كان فاكر، لان الناس بتموت بطرق بشعه جدا. فخلاص هو ادرك انه ممكن يموت في اي لحظه، فقرر انه يعمل لستة فيها على الاقل 100 حاجه نفسه يعملها. فجاب ورقه وقلم وبدا يكتب الليسته دي. كتب تندو حاجات كتيره زي انه نفسه مثلا يشتري حاجات من السوبر ماركت من غير ما يدفع فلوس، او انه مثلا يضرب مفرقعات كتيره من غير برضك ما يدفع فلوس ومحدش يزعجه. وكتب حاجات كتيره بنفس الشكل دوت، وبعدها راح نام علشان يبدا ينفذ من بكره. وتاني يوم نظف اوضته كلها واللي كان مش عارف ينظفها علشان شغله، وبعد كده بيجهز شنطه وبينزل يحقق كل احلامه. راح السوبر ماركت واشترى الاكل وكل حاجه نفسه فيها من غير ما يدفع فلوس. وبعد كده بيصبغ شعره احمر زي ما كان نفسه، بس ما عجبتوش القصه فرجع شعره تاني. وبعدها رسم نفسه على الشركه بتاعته، وبعد كده بيروح علشان يجيب الالعاب الناريه بكميات كبيره. وهو ماشي لقى كميه زومبي بيجروا وراه، بس بيهرب منهم وهو فرحان والحمد لله لانه خلاص بقى معاه موتوسيكل، وهو كان بيحلم انه يبقى ليه موتوسيكل من زمان. واول ما الليل جه بيطلع تندو وبيضرب كل المفرقعات اللي معاه، وكان طبعا طاير من الفرحه. وبيخلص يومه على كده. بيصحى تاني يوم وبيطلع على السطح وبيعمل له ستيك جميل جدا، ولسه هياكل ويتمزج ما لقاش ملح. فبعدها قال
بيقول خلاص انا مش هاكل غير لما الاقي الملح، فبيروح يجيب ملح من السوبر ماركت. وهو هناك بتطلع عليه واحده كانت في المحل ده اسمها شيزوكي، وحرفيا لما بيشوفها بيعجب بيها برضه، بس هي ما كانتش مهتمه لدرجه ان كان في واحد كان بيجري بره من الزومبي بس ما اهتمتش، لكن تندو طلع يساعده فالزومبي جري وراه، فخلصت شيزوكي عليه بكل براعه واخدت شنطتها ومشيت من المكان من غير ما ترد اصلا، لانها هي شايفه ان اللي يساعد حد دلوقتي في نهايه العالم يبقى عبيط وخطري تفضل معاه. فتندو بيرجع تاني وبيروح بيته، فلما كان بيبص على الحيطه لمح صورته هو وكنشو ايام زمان، فحس انه لازم يسال عليه ويطمن، فبيرن عليه بيلاقيه انه لسه حي، بس للاسف كنشو بيقول له انه خلاص بيضيع لانه في فندق مليان زومبي، وتندو عرف اسم الفندق وقال له انا خلاص جاي لك فورا. بينزل تندو وبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيطلع يجري على كنشو. طبعا طول الطريق بقى الزومبي بيفضل يمسك في العربيه وبيحصل اكشن كتير، حرفيا ماشي باعجوبه، وبعد طريق طويل بيوصل للفندق. بس هنا بقى المشكله الاكبر ان المكان كله مليان زومبي من كل حته، بس تندو كان عامل حسابه بيجيب سماعه معاه وبيشغل عليها اغاني وبيرميها بعيد علشان الزومبي ينشغلوا بيها، فبيبدا تندو يهرب من الزومبي واي حد يقف قدامه. والفكره ان تندو ايام زمان كان بيلعب كره قدم الامريكيه خلته جامد جدا في حركاته وبيهرب بكل سهوله، لحد ما يوصل لاوضه كنشو، والاتنين كانوا فرحانين جدا جدا لما قابلوا بعض ولسه بيسلموا على بعض. بيجوا مجموعه زومبي تاني فبيطلعوا على السطح وبيقفلوا على نفسهم الباب، وبعدها من على المواسير بيخرجوا فبيروحوا يقعدوا في محل مأكولات بحريه، وكنشو عمل اكل كتير، وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض. في الوقت ده بص كنشو على الليسته بتاعت تندو، فتندو بيقول له على الفكره بتاعته، فعجبت كنشو الفكره وشجعه انه يكمل فيها واداله افكار جديه. فتندو بيقول له عارف ان نفسي في ايه بجد؟ بيقول له انه نفسه يبقى بطل خارق وينقذ الناس اللي بره، بس كنشو قال له انت مش خارق ولا حاجه وده حلم صعب شويه، شوف لك حاجه اخف. ففضل تندو يفكر ويفكر لحد ما جات له فكره حلوه، وبيقول لكنشو انا سمعت زمان ان في حوض الجنه البحري وفي سمك كتير بانواع مختلفه، وفي بدل جميله معموله علشان تحميه من عضه سمكه القرش، بالتالي نروح نجيب البدله ديت منهم وننزل عادي وبالتالي تحمينا من الزومبي. فالفكره دي عجبت تندو جدا، فبياخد تندو وبينزلوا الشارع علشان يجيبوا شويه حاجات وبعدها يروحوا البحيره. بس المشكله انهم لما نزلوا لقوا الشارع مليان زومبي، وفوق ده كله في اتوبيس في ناس بيعطل في نص الشارع والزومبي بيهاجموهم، فبينزلوا منهم 4 و3 منهم شافوا تندو وكنشو فبيروحوا معاهم وبيدخلوا جوه المحل. اما الرابعه فطلعت شيزوكي اللي حبها تندو كمان دخلت معاهم المحل، وبيقفلوا على نفسهم جوه وبيفضلوا بقى يحكوا مع بعض. ومن الكلام فهمنا ان شيزوكي والناس اللي معاها كانوا رايحين على الحوض الجنه البحري اللي تندو وكنشو كانوا رايحينه، لانهم سمعوا ان ده المكان الوحيد اللي محمي من الزومبي. فبيفرح تندو وكنشو بالخبر ده، وعرفوا ان البنتين اللي مع شيزوكي كانوا مضيفات طيران قبل نهايه العالم، والراجل اللي معاهم كان سواق الاتوبيس. وكنشو بيحكي مع مضيفات الطيران على جنب، وتندو بيحكي مع شيزوكي، وشيزوكي لسه كانت مقتنعه ان تندو وصديقه دول عبط علشان بيساعدوا لسه الناس، وكان لسه هيحاول يقنعها بالكلام دوت. هوب السواق اتحول لزومبي لانه كان معضود ودخل معاهم المحل، وتندو وشيزوكي فضلوا يجروا منه ولقوا انه رايح لكنشو والمضيفات. شيزوكي بقى بتستجمع كل الطاقه اللي فيها وبتهرب، اما تندو فبيروح ينقذ صاحبه، وكويس انه راح علشان السواق عبد المضيفات وتحولوا هم كمان لزومبي. وفي اخر لحظه بيوصل لكنشو وبينقذوه، فلسه هيمشوا من المكان لقوا شيزوكي اتحصرت من الزومبي ومش عارفه تهرب، فمرضوش يسيبوها وراح كنشو مشتت الزومبي، وتندو خد شيزوكي وهربوا. في اللحظه دي فضلوا يدوروا على اي عربيه علشان يهربوا بيها من المكان لان الزومبي كان في كل حته، لحد ما فعلا لقوا عربيه شغاله. في الوقت ده كلهم ركبوا العربيه وبدات شيزوكي تتكلم شويه، وكالعاده شايفاهم كلهم اغبياء علشان انقذوها وما اهتموش بنفسهم، بس كنشو اتعصب منها، لكن تندو العكس طلع لها مشروب حلو كده وبيهزر معاها علشان تفوق. ففعلا شيزوكي بدات تتغير وترتاح لهم اكتر، وبالتالي بقوا هم في الطريق للبحيره فضلوا يهزروا ويلعبوا، وبيلاقوا كلاب في الطريق وبينزلوا كمان يلعبوا معاهم وبياكلوهم، وبرضه بيروحوا يعملوا يوجا على وش الميه وبيغيروا جو. وحرفيا بعد كل ده خدوا على بعض جدا، وتندو وشيزوكي حبوا بعض اكتر لحد ما اخيرا وصلوا للحوض الجنه البحري، وكان في مسامير على الارض خلتهم ينحرفوا على الطريق، فبيقوم تندو مخبوط وبيغمى عليه. بعد كده بيفوق تندو لقى سيسوجي مديره القديم قدامه. طبعا تندو كان مرعوب وفكر نفسه في كابوس، بس ده مش كابوس ده حقيقه. فبياخدوا سيسوجي وبيفضل يوريه في المكان وبيعرفه ان اصحابه جابوه هنا. بعد كده بيعرفوا سيسوجي ان كمان هو القائد اللي في المكان، وان شركه جابته هنا يصور شويه حاجات قبل ما المرض ينتشر ونهايه العالم تحصل. فبيقول له انه ساب الشركه وخلى المكان هنا مستوطنه، والموظفين اللي كانوا معاه بقوا تحت قيادته تاني.
وبيقول له انه محوط المكان بالاسوار ومخلي ورا الاسوار دي زومبي علشان يمنعوا اي حد من الدخول، وكمان جات له اعداد مهوله من الناس وكلهم هنا علشان الحمايه والاكل والشرب. وتندو كان فاكر بعد كل السنين ديت سوزوكي على الاقل يكون اتغير، بس سوزوكي دوت ما اتغيرش، بل بكل وقاحه عرف تندو انه هيرجع يشتغل تاني عنده، وان الناس اللي هنا كلهم شغالين عنده، ولو ما اشتغلش هيطردوا بره للزومبي. وتندو كان غصب عنه رجع عبد ذليل زي زمان. شيزوكي وكينشو كانوا بيشوفوا انه اكتر واحد هنا مسدود في المكان وما كانوش عارفين يساعدوه نهائيا، فبياخد كينشو سيزوكي وبيروحوا عند عربيتهم وبيقولوا انه لازم نصلح العربيه ونمشي من المكان دوت ويعيشوا مع نفسهم. بس حصلت مشكله كبيره لان حصل اختراق لاسوار الحوض من الزومبي، وفي ثواني قامت فوضى وانتشر الزومبي في كل حته. المصيبه الاكبر ان الزومبي دول راحوا للقرش، وطبعا القرش ما بيسميش وبياكلهم. طبعا كان في دمار شامل في المبنى، لكن كينشو كان صلح العربيه وكان عايز ياخد شيزوكي وكمان تندو علشان يهربوا، بس للاسف سيسوجي اثر على تندو جدا وبيقول له انه هيخش المبنى تاني عشان يخلص الشغل. شيزوكي كانت حزينه جدا على حال تندو، فبتاخد الليسته بتاعته وبتدخل له جوه، وكان موجود ساعتها سيسوكي. المهم شيزوكي كانت بتفكر تندو انهم ازاي كانوا بيستمتعوا بوقتهم قبل ما يجوا هنا، وبعد كده وريته الليسته بتاعته علشان يفتكر ان كان قبل نهايه العالم عبد ذليل عند سيسوكي وشركته، وبعد نهايه العالم كان مبسوط وسعيد وبيعمل اللي هو عاوزه، فعلى طول بيزق ساسوجي وبيقول له انه مستقيل وهيمشي من هنا. طبعا ساسوجي بيتعصب جدا ولسه هيبهدل تندو ويضربه، بس الزومبي بيكون وصل عندهم وبينتشر في كل حته. بيجي ساسوكي وتندو كان بيساعد في الناس على قد ما يقدر، وبعد كده خد اللي قدر ينقذه وراح بيهم عند حوض القرش، وبعدها لقوا ساسوكي هناك وكانوا لسه هيتخانقوا معاه، فبيقوم القرش خارج من الحوض وبيظهر لهم على وش زومبي علشان اكل زومبي فتأثر عليه وتحول. يعني الفكره ان ما كانش حد خايف منه علشان هو بيمشي في الميه، اما هو دلوقتي خرج من الحوض فبالتالي مش عارف يمشي وكده. وبس فجاه كده والله اعلم حصل ازاي رجول بتطلع من بطن القرش وبيبداوا يجروا وراهم. في اللحظه دي خد تندو كل الناس وبداوا يجروا على الاوضه وقفلوا على نفسهم، بس مره واحده اكتشف ان سيسوجي بره وعنده القرش، فبطيبه قلبه اللي مودياه في داهيه خليته عايز يروح ينقذه، فراح كينشو مشاور على البدله اللي كان تندو جاي اصلا علشانها، فبيطلع يلبسها علشان ينقذ ساسوكي. وبعدها راح لساسوكي وبدا يضرب القرش يمين وشمال، وفي نفس الوقت تندو كان بجد هيموت، لكن الحمد لله جه كينشو بالكوريك وخلى تندو يهرب، وهو على قد ما يقدر كان بيبعد القرش. فلما تندو فضل يقتل في الزومبي من كل حته بيحاصروه وفضلوا يعضوا فيه، بس طبعا البدله كانت حاميه من العضه، بس حتى وهي حاميه من العضه كانت مقلبه لحد في اخر لحظه ما جت شيزوكي ومع مكبرات الصوت وعملته ناحيه حوض السمك، فكل الزومبي نط في الميه. وبعدها كان فرحان تندو وكمان كينشو. في الوقت ده بقى وقف ساسوكي بكل بجاحه وفضل يهزق في الناس، وجه القرش تاني ضربه على دماغه وخلاه يقع بعيد، فراح تندو لتاني للقرش. وفي نفس الوقت شيزوكي كانت بتشوف حل علشان تقتل القرش ده لغايه ما لقت الحل، وادت لكينشو بطاريات وقالت له يرميها لتندو وبتقول له انه يضرب بيها مناخير القرش في الوقت ده هيموت. فبسرعه كينشو قال له على الكلام ده ورمى له البطاريه، فمسك تندو البطاريه وضرب بيها القرش في دماغه ومات. وفي كل حاجه خلصت على خير. طبعا حصلت خسائر كتيره بس الحمد لله الدنيا مشيت. وبعد شويه كل الناس اللي كانت لسه عايشه اخدت كل حاجه كانت موجوده في المكان وقرروا انهم هيمشوا من هنا خالص. فبيطلع ساسوكي تاني وبيفضل يزعق في الكل علشان ما يسيبهوش، لكن محدش يهتم بيه. فراح كاسوكي لتندو وفضل يتحايل عليه انه ياخده معاه، برضه تندو موافقش ومشي، وفضل ساسوكي لوحده في المكان اللي اتدمر كله. اما تندو واصحابه مشيوا يعملوا نفسهم فيه، وبيخلص فيلمنا على كده. الفيديو ده كتبه يوسف الجيار وسجله كريم أسامة اللي هو أنا. يعني ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل، ولو عايز فيلم معين اكتب لي كومنت باسم الفيلم وانا في أقرب وقت انزله الملخص بتاعه. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هتلاقي كل الروابط في صندوق الديسكريبشن وبرد على الكل هناك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل مسج الجرس علشان يوصلك كل جديد او اي حاجة انزلها على القناة. وشكرا جدا ليكم.